بما يسمى بندير. لا بالبندير هذاك باش كيتحزم الموزون. والموزون. اقول لاولئك الذين كانوا يقسمون بالايمان ان مولينكس سيغادر السجن. السلام عليكم احبائي الكرام، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الحلقه هذه غادي نتكلموا على الملقب بمولينكس والجديد، بحيث مشى فيها صراحه، ولكن غادي نشوفوا القصه ديالو من الاول حتى الاخير. تبعوا معايا هذه الحلقه هذه وبارطاجيوها. اذا فمن بعد اللايف اللي دارت الام ديال ادم بن شقرون هي والابن ديالها ادم، غادي يخرجوا الجيران ديال حي دار التونسي بمدينه طنجه هادشي، واستنكروا تلك الافعال، وقال لك هاد الناس هادو راهما تيديروا اللايفات وفي تيك توك وتيباتوا الليل كامل وحنايا خدامين وهما يعني بديك الشوهه وديك المهزله. اذا فمنين خرجوا كيستنكروا هادشي هذا، غادي تخرج لهم الام ديال ادم بن شقرون، الا باقيين تتذكروا داك الفيديو، وهي تعرى عليهم، تعرات بقات غير بالسوتيانات وبدات كتسبهم وكتشتمهم. اذا فهنا غادي يمشيو يرفعوا شكايه، غادي تدخل على الخط للجمعيه برئاسة سميرة البقالي زيرو تفاهة، وهنا فين غادي تبدا الفصول ديال هاد القضية هذه وهاد الملف هذا والمحاكمة اللي كانت ماراطونية شيئا ما. من بعد غادي يتم الاعتقال مباشرة يعني ديال الأم ديال آدم بن شقرون والابن ديالها كذلك. إذا ملي غادي يمشيو يحقوا معاهم غادي تكشف قضايا اللي هي خطيرة جدا، واللي كتعلق بالاتجار في البشر من خلال الاستغلال الجنسي. إذا تخيلوا معايا هذه أم مع الابن ديالها، وغادي تشوفوا التهم وغادي تبين لكم ما إذا كانت هذه أم فعلا، واش الأم كدير هذا الشيء هذا أو لا. فالنيابة العامة غادي تتابع الأم ديال آدم بن شقرون بتهم اللي هي ثقيلة: الاتجار في البشر كيف ما قلت من خلال الاستغلال الجنسي عن طريق المواد الإباحية، استغلال دعارة الغير اللي هو الابن ديالها في إطار عابر للحدود الوطنية، يعني القوادة على برا المغرب، الله يستر، المشاركة في إنتاج ونشر، سمعوا مزيان هذه، وبيع وحيازة مواد إباحية، يعني المشاركة في الانتاج، يعني كينتجوا مواد اللي هي اباحيه وتينشروها ويعني وعندهم بالحوزه ديالهم وتيبيعوها. تخيلوا هاد المواد الاباحيه والابن ديالها هو اللي مستغلاه في هذا الاطار هذا وكتشد على ظهره الفلوس. اعطاء القدوه السيئه، الاخلال العلني بالحياء بالعري المتعمد، بث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. إذن فالأم ديال آدم بن شقرون كيف كتشوفوا تهم اللي هي ثقيلة بزاف، غادي تحكم عليها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة بالإدانة ب6 سنوات سجنا مع غرامة مالية قدرها 1,000,000 درهم، زائد المنع ديالها من ممارسة أي نشاط على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 10 سنوات. يعني غدوز 6 سنين في الحبس، ومنين تخرج 4 سنين أخرى ما تنشر حتى حاجة حتى محتوى وغير بغات. إذا من بعد هذا الشيء هذا كيخصنا نعرفوا بأنه في التحقيقات فاش داز آدم بن شقرون، خصوصا آدم بن شقرون، فهو غادي يفضح الاشخاص اللي كانوا كيتاجروا به. علاش؟ لانه تيشوف بان مو مشات، اذا علاش هو غادي يحمي وحدين اخرين؟ ثم واخا يبغي هو يحمي وحدين اخرين، راه الفيديوهات يعني تسجيلات كلها على مواقع التواصل الاجتماعي فاضحاه، وهي اللي هزاتها الجمعيه ديال زيرو تفاهه برئاسه كما قلت سميره البقالي، واللي غادي تنسحب فيما بعد وغادي يدخل على الخط الاستاذ صوفي، وكاين دابا الاستاذ شتاتو ويعني عناصر اخرى في هذه الجمعيه هذه. اذا فهما طالبوا باقصى العقوبات وثبتوا يعني التهمه على الام ديال ادم وعلى اشخاص اخرين، وهاد الاشخاص هادو من ضمنهم غادي نتكلموا على مولينكس. اذا مولينكس
كان ما فراسو وقيل ما يتعاود. يوم الأحد 23 نوفمبر 2025 غادي يكون مسافر، يعني غادي يدخل المغرب، غادي ينزل بالمطار ديال مراكش، وتما غادي يعتقلوا، غيقرقبوا عليه، وغادي يتم الإحالة ديالو على الوكيل العام للملك، وهذا الوكيل العام بدوره أحاله على قاضي التحقيق، ومن ثم مباشرة إلى سجن طنجة 2. إذن مولينكس كنعرفوه كاملين، عات على السوشيال ميديا فسادا، ماشي دابا بقات غير في الشطيح ولا انه شاد جنسي يعني وما تيبيناش امور على مواقع التواصل الاجتماعي. دابا انا راه كنشوف شي كلامات راه داك الشيء خطير بزاف. اذا فخصنا نعرفوا بانه امثال مولينكس راه عندنا شباب، يعني شباب واطفال اللي هما الان تيشوفوا في التليفونات، تيقلبوا في التليفونات، تياخذوا التليفون واخا ما عندوش، تياخذ ديال مو ديال خو ديال باه وتيشوف، يقدر يطيح في فيديوهات بحال هذيك اللي هي مخله بالحياه. اذا ده هو اللي تيزيد يخلي دوك الوليدات كتنعدم التربيه ديالهم والاخلاق، تتربيهم في البيت وفي المدرسه، ولكن السوشيال ميديا راه هي كتلعب واحد الدور كبير، لذلك كيخصنا نحدوا من هذا الشيء هذا. اذا فمولينكس يعني كنا تنقولوا فإلا ما كان داير والو راه القضاء صراحه راه هو غادي يكون رحيم به، وهانتم غادي تشوفوا، ومع ذلك راه القضاء كان رحيما به، لان التهم الثقيله اللي توجهت ليه راه المفروض كاين اللي تياخذ 10 سنين والفوق 20 عام حتى 30 عام من داكشي اللي دار. اذا فبعد التحقيق مع مولينكس كيف ما قلت ثبتت في حقه تهم اللي هي خطيره تتعلق بالاتجار بالبشر من خلال الاستغلال الجنسي للدعارة ديال الغير عن طريق المواد الإباحية في حق قاصر دون 18 سنة في إطار عابر للحدود. ولاحظوا معايا هنا كاينة تهم اللي هي عند الأم ديال آدم بن شقرون نفسها عند مولينكس، كاين واحد الاختلاف اللي بسيط، بما أن مولينكس شاد جنسي وهي أم. إذن فهنا الخطير في الأمر وهو أنه هذا التهم اللي يعني واجهت بها النيابة العامة مولينكس، نقدروا نقولوا هذا مولينكس يعني ماشي باه ماشي خوه ماشي مو ما والو. نقدرون كاينين يعني ناس اللي هما يصطادون يعني القصر، ولكن وتكون عندها تهم بحال مولينكس، هذا هو الخطير. فينا هو الدور ديال الأم التربوي، فينا هو الدور ديال الأم حماية الأطفال ديالها، هي تشوف بأن الابن ديالها في خطر، هي خصها تحميه، ماشي هي كدير الانتاج وكتبيع مواد اباحيه وعابره للوطن، كتبيع للخليج وكتبيع وخدامه تتباهى. راه هادشي هذا خطير بزاف صراحه، وهادشي هذا راه كيعتبر قدوه سيئه للاطفال ديالنا، وهادشي راه حنا ما تنقبلوش به، بما انه راه المغرب راه الاسر يعني راه هي محافظه، تكون كيف ما بغيتي تكون، راه باك ما يرضاش امك ما ترضاش. انا راه تنتكلم على الناس اللي عندهم غيره على اولادهم وعلى بلادهم، ما كنتكلمش انايا على عرة النساء والرجال اللي عندهم يعني الديوتيين، ما كنتكلمش انا على هذا النوع اللي من ضمنهم كاينه ادم للاسف الشديد. اذا غادي توجه لمولينكس. نبقاو في التهم ديال مولينكس. كذلك تهم كتعلق بنشر وتوزيع مواد اباحيه لقاصر دون 18 عام، يعني هو ادم بن شقرون، الاخلال العلني بالحياء زائد الشذوذ الجنسي، ثم نشر وبث ادعاءات بقصد المس بالحياة الخاصة والسب والقذف العلني. إذا لذلك فمولينكس غادي يتحاكم اليوم فاتح أبريل 2026 بالمحكمة الابتدائية بطنجة ب6 سنوات سجنا نافذة، غرامة مالية قدرها 1,000,000 درهم، تعويض مدني القدر ديالو 100,000 درهم لفائدة آدم بن شقرون لأنه حصد وراءه الأموال عن طريق
نشر يعني نشر فيديوهات وتسجيلات، وكذلك عن طريق القوادة، ويعني أمور السيد راه ترفح من مورا آدم بن شقرون. وشكون قال ربما كاينين آدمات على أي الساعة 2:30 ديال الليل أصدر اليوم الحكم في الملف المتعلق بمولينيكس. أدانته المحكمة من أجل المنسوب إليه وحكمت عليه ب6 سنوات نافذة، مصادرة الأشياء المتحصلة وغرامة مالية كذلك 200,000 درهم. ثم حكمت عليه المحكمة بإغلاق جميع حساباته ومنصاته وإغلاق القناة ديال مولينيكس 10 سنوات. وبالتالي ثبت أن آدم كان ضحية في هذا الملف، بحيث تم استغلاله جنسيا وهو قاصر. من خلال الفيديو اللي عطينا واحد التحليل قانوني وعلمي، وانا ذاك الفيديو واحد الرساله للاشخاص على ان الضحيه راه في حوزته وتحت تصرفه. هاد القضيه هذه اللي فيها ناس اخرين، كاينين اشخاص اخرين من الدار البيضاء واللي حقات معاهم النيابه العامه، وكاينه اسرار اخرى اللي ما خرجاتش للعلن لانه كانت تكون جلسات سريه، لان فيها امور اللي ما يمكنش تخلي يعني الجلسه علنيه، واللي بغى يدخل يتفرج والصحافه تدخل وتنشر وتشوه. اذا فخلاو داكشي مستور. التصريحات ديال الاطراف الاخرين عطاو مجموعه ديال الاسماء ديال الاشخاص اخرين، وبالتالي فهما كضحايا راه من حقهم يقولوا الحقيقه كما هي ويذكروا جميع الاشخاص المتورطين واللي تيشوفوهم اعتدوا عليهم. البيرو غطاه خلاوه مستور، ولكن احنا عارفين كاين واحد الشخص اللي هو في تركيا اللي هو صوفيا طالوني، واللي هو تجبد في هذا الملف هذا، وتكلمت عليه قناه شوف تيفي، وقالوا بانه تجبد في التحقيقات. علاش؟ لان ادم بن شقرون لما حصل في الامارات وقال واك وشكون اللي يعتقني، فين مشى لتركيا، وكان يعني كيدير عمليه تجميل، تاثر بصوفيا طالوني وبدا كيغير اذا فهاد الوليد هذا استغلوه ابشع استغلال في الوقت اللي كان المفروض الام ديالو تحميه، وكان المفروض ان الام ديالو ربما كان خاصة الجمعيات تحميه، ولكن باش انها حتى هي تستغلو. اذا فهاد الشيء هذا راه ما بغاه لا الله لا عبدو، راه ما كنتقبلوش بحال هاد الشيء هذا، راه كيجينا صعيب بزاف، خصوصا الام معروفه انها تتحمي وليداتها بسنانها تقاتل عليهم، ولكن هذه مزيده العافيه وعجبها الحال الفلوس، ولا تسارف السيارات الفارهه، ولا تمشي للاماكن تاكل فين ما بغات، ولا ريستورون، ولا تمشي للبلايص. السيده صافي ضاقت الفلوس، ما همهاش الكرامه ديال ولدها اللي كتهان، وما همهاش ولدها اللي ربما يهز شي مرض اللي من بعد سنه او سنتين او يعني سنوات قليله الى هز شي مرض كالسيده مثلا مشات على عينو ضبابه. اذا باش غتنفعها هاد الفلوس هادي؟ شعار ديال زيرو تفاهه، يعني القبعه هي الله الوطن الملك زيرو تفاهه. وايضا سوف اتوج صديقي الرجل الوطني الغيور، ويستحق على ما تلقاه من تنمر ومن اعتداءات ديال المتنمرين وديال المشجعين على الدعاره والفساد واللي يمكن يهاجموا. لذلك فالانسان كرامته اولا. فوالا، ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، تهلاو في راسكم بزاف. تفاجئنا اليوم مجموعه من التصريحات اللي كانت صادمه حول واحد الوقائع خطيره، صراحه حنا تصدمنا منها نظرا للبشاعه ديالها والخطوره ديالها، وبالتالي فاليوم الحمد لله اسدل الستار عليه بهذا الحكي.